السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أجواء رائعة حاضرة خالد. طبعا مثل ما تشاهدون مشاهدينا الكرام، هنا المؤثر على مستوى رقم 1 في العالم خابي الإيطالي يظهر في صورة مع هذا الطفل الفلسطيني الذي يأتي إلى الدوحة للعلاج من غزة. اللهم نسألك يعني أن تقوم إن شاء الله هو وطبعا تكلم عن العضو المبتور بالنسبة لهذا الطفل، لكن إن شاء الله يشافيه ويشافي كل أطفال غزة وكل أطفال المسلمين في كل مكان. بادرة جميلة جدا أنه المؤثر رقم 1 في العالم. أنت شوف الرسالة سمير، المؤثر رقم 1 في العالم خابي هو اللي قاعد يلعب الآن، يمكن ما قاعد طالع الكاميرا، الموضوع قاعد يلعب مع الطفل وهو في الويل شير. انه الرساله، عارف السوفت مسج، رائعة جدا. السوفت مسج هذا اللي يصل خابي طفل فلسطيني عارف شلون مصاب من الحرب في غزه، ستصل اعتقد لكل العالم وستكون حاضره في. وعلى فكره مو بس هو الوحيد، نافارو، سورين ايضا النجم الارجنتيني. هؤلاء الاسماء وهؤلاء النجوم، اعتقد انك تشوف ريفالدو في لقطه تشعر فيها بالحنين، تشعر فيها بالسنوات الماضيه. لليوم يتمرن وكان يسوي بلاوي، جولي عرضيه موجوده سمير لكن ابعدت ركنيه. مين راح يلعب الركنيه؟ هذه ما فيها كلام هذا. لكن الجميله جدا، كره لمصلحه ريال مدريد عادت لي. هذه تكمل عشان يا سلام، ها يا سلام يا سلام لديفيد فيا داخل منطقة الجزاء، محاولة لبرشلونة ولكن إلى خارج أرضية الملعب. ركنية أخرى لمصلحة المرسى عن طريق الأندية. أنت شوفها خليجية، هذه كرة الهدف الأول. نعم يسجل برشلونة، ليكون رباعية. المهم يسجل سورين الهدف الأول لمصلحة برشلونة بعد عرضية كانت في الجهة اليمين. شوف حتى الفرحة تشعر هذا نجم كبير على مستوى حراسة المرمى. برشلونة عموما يسجل أول أهداف المواجهة بالأساطير. وأيضا نسينا نقول يعني لمحمد المزيد الذي سيقود هذه أو قاعد يقودها تحكيميا هذه ريفالدو. اخ يا ريفالدو، يا مع البرازيل كان حكايه ريفالدو، قصه. يقول لي سيدورف 75 انتحر. نجم اعتقد من النجوم الاساطير في توقيت 45. شوف يا عيني يا عيني اعتقد ديبور الواقع في ارضيه الملعب. هنا كره لدى ريال مدريد الذي يبحث عن عوده في هذا الكلاسيكو. هو يا سيدورف. انا قلت لا انا قلت يطرد سيدورف راح يروقها يعني بالمنطقة. نسي الكتالوج يا مزيدي. فرانسيسكو بيو نسي الكتالوج. على ايامهم كانت برا المنطقه خالد عادي ولا شلون يعني؟ كنا ما سوى شيء يا فرانسيسكو. كان شوفه كان يا بيو وين انه الانديه بدات توضع لاعب خلف الحطاء، ينسدح لاعب. هذا اوبا الله الذهب. ايش يا سمير؟ بعض الاسماء بريقها لا يصدع. الله، الذهب لا يصدع، الذهب لا يصدع. نعم الذهب لا يصدع خالد. هذا مو بركله حره مباشره، بنالتي يتعامل معها رونالدينو. يا من لا تعرفونه، يا من تجهلون حينما كان لاعبا. الآن هنا شاهدوه يتقدم السن لكن الذهب لا يصدع. عينك شوفها. لا تجيب لي حارس، افضل حارس اليوم، جيب افضل حارس اليوم. انا اقول لك جيب افضل حارس اليوم يتصدى لهذا الفاول او لاعب 2006 2007. انا اعتقد ان تقدر انت تحط 190 200 مليون وانت مغمض. شيء مبهر،
الشيء اللي صار الجمال في صورة. شوف شوف الحيطة صعبة ما تتحرك. ما شكلها 4 من أجل عودة لريال مدريد. هذه تكمل المفترض. وبعض اللعيبة أيضا يسددوا الكرة بنفس الطريقة. فتن أرضية تحت أقدام لعيبة الحائط اللي خلى لاعب خلينا نقول يكون موجود، مرة زيدان يكون موجود، مرة بيكهام يكون أيضا أغلبهم صح مهاريين عندهم. شاهدناها رونالدو هذا حاول يسدد واحدة، عادت رجعت، ممكن فيها تسلل. احسبها يا رجل، احسبها يا رجل، فيصل احسبها يا فيصل، احسبها يا فيصل. إن راح يرفع ولا لا؟ كان فيجو ولازم يتذكرون طبعا هذا فيجو على القائمة. شوف الاستلام وشوف الكرة العكسية التدريبي. شكلها خالد ثلاثة. شكلها ما عنده. تعب. هذا الفنت اللي سواه يخوف. راؤول برافو تعب. شوف قط في أرضية الملعب راح ديفيد عصب عليه. كان ما خلى الفارو يشوت من ديته يشوت. رونالدو ديفيد فيا ضحى في الماء. يا هاي كورة حلوة جدا. الكرة من ديفيد فيا مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج أرضية الملعب. كرة جميلة للغاية سددها. ولا زالوا يملكونه على كرة جميلة. لا زالوا كان رايح لها أيضا يملكون اللاعبين عند الزيادة في الوزن، عند تقدم السن. ممكن فرصة لتقليص فارق له. أيضا تسلل. أكيد تسلل لين يرجع. شوف لي لين يطلع من التسلل. شوف لي مين المساعد يعني كونجو يا أخي. شوف لي مثلا المحروم من الحياة الطبيعية بالضبط في المحافظة في التواجد، واصبح خلاص سوى البراند باسم النادي. هذا فيجو يحاول لكن ابيدال من امامه مو مخلي ما تروح اليوم ما تروح عن الفائده من هذا. حتى مدافع يوقفها راح يسجل. بس صدقني راح يسجل. قلنا ورانا كاس خلينا نركز. حاول الكره لا زالت حاضره موجوده في محاولة في عملية بدريد. أنا أعتقد في بعض الأسماء اللي طلعت يمكن ترجع تلعب. الظهير الأيمن الذي قضى سنوات وكان قائدا لبرشلونة سنوات مستوى التسديد والتمرير. كواريشما صح كانت فترة الشك هو وسيماو في برشلونة. البرتغال دون ولا غيره. انه الدون ولا غيره. الدون يا سيدورف. لسه هاي لسه متسلل دائما وابدا. فيصل اذا صدقني من الدقيقه الله اعلم ايش راح يكون لليوم وهو في الطريقه في رحله ال1000 هدف. يلا وروايع سطرها ذلك النجم الكبير ولا زال. مو تيدورف مو ريفالدو مش الاسماء هذه. ايوه مش اعتبر مثلا اعطيك مثال يمسني هذا الكلام. انا اقول لك بعض الايام من ذلك الاسماء الجميله كثيره هي الاساطير في برشلونه. كلويفرت صار موجود. كلويفرت نعم موجود. أيوه. على صعيد الاداء وعلى صعيد النتيجه 59 اعتقد الاستلام التقدم المحاوله التمرير. برشلونه صار اصعب. يفتقد للوصول على برشلونه الذي يبحث عن هدف ثالث ربما في لقاء الليل الفلاني العربي ومعروف ويمثله في احتفال. من اللاعبين اللي موجودين انك تحصل مثلا 11 لاعب، واذا حصلت ال 11 لاعب هل هم فت؟ يعني اللي زاد وزنه واللي ترك الكوره وان شاء الله يبعد عنهم الامر. ليجند مثلا الهلال، ليجند القادسيه نجح. لا انه يكون عندنا مثلا وفي مباراة يجيب الأعياد هذا يفهم. كثيرين وش النجم اللامع لكن مؤثر يعني حصل بهالدرجة يعني بالضبط. هذه تسديدة بالسهل. سيدورف لمصلحة ريال مدريد. هذا هو بانتيس ما عاد إلى رونالدينيو ينتظر يبحث الآن يمرر. الله أنا لو تعاد أبيك تتذكر هدف سجله. شوف رونالدينيو الآن في هدف سجله على نادي
بهالطريقة هذه وضعها ببوز القدم في المرمى. منو يلا اللي يسمعني منو؟ تشيلسي شيء من مش الكتاب. طبيعي، مش طبيعي. تمريرة جميلة لون اليوم ويقدم أداء أفضل اليوم. الله الله. مدريد سجل. عينك على رونالدينيو. الله حرام ما تكمل. حرام كان ودنا تكمل، كان ودنا تكمل. الكل هنا يتحسر على كرة، ليس انت فقط، ليس انت فقط يا رونالدينيو. مدرجات استاد خليفة الدولي، الجماهير تتحسر والمعلق يتحسر. شوف عينك عليه. اوه قل بتروح لك مشوار، قل لا في هالعمر لا ما راح اروح المشوار، لكن وداه معه ودرب من الجانب الايسر عكسيه الرأسية والابعاد. كرة تلعب لدى ريفالدو. المؤسسة المعنية بذلك تكلم ال50 في هذا دفاع برشلونة من الشوط الاول لا زال متماسك. ريال مدريد. انا دهشت بهذا الحضور الجماهيري الجميل. شوف باتيستا يعطي تمرير لمدريد كأخوين طبعا في اخر السنوات لما جاء على الشمال الملعب. لويس فيجو لا زال حاضرا يحاول المرور. ناحية كواريشما في الجهة اليسرى لمصلحة برشلونة بوجه القدم، لكن في السنوات القليلة لم يستطع لاعب ولا شوف هذا فيجو، هذا فيجو، هذا فيجو. عينك الرد ياتي من لويس فيجو. نعم الرد ياتي من لويس فيجو. لسه شاب ولو انه قد غادر وبلغ عمر 52. اخيرا ريال مدريد يسجل من امام برشلونة في لقاء الاساطير، وعن طريق من؟ عن طريق لويس فيجو. هدف في الوقت الذي كنا نتحدث عنه عن لويس فيجو. شوف سيدورف، شوف التمريرة ما فيها راية ابد، ما فيها راية، والانهاء والفينش بالنسبة لك. شوف باتيستا، شوف الكنترول، شوف البلنتي. صف باتيستا جونج الان والاستلام. مقدم مباراة رائعة حتى الآن. بعدين التعادل يبدو بأنه اقترب بالنسبة للريال، لكن الكرة يعني ما حد ينتظر أنه يحقق ما حقق. مر راح أعطيني واحدة. يا سلام يا سلام، شوف الفرحة، شوف الساعة. يا عيني يرقص فرحا وكأنها بالأمس، وكأنه لقاء هناك في ملعب ريال مدريد على بطولة الدوري. اي والله. شوف كيف فرحان، شوف كيف سعيد، يحتفل بالتعديل ويعيد فريقه. 2-2 هنا عملية التقدم التي كانت، وبعد ذلك التسديدة وضعها بشكل جميل جدا في مرمى برشلونة، معلنا للريال وأساطيره عن العودة والتعادل في النتيجة. تشوف التمريرة الخاطئة.